السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. هنتكلم النهاردة عن الانجليزي وكمية الكلمات اللي موجودة فيها، وان هي كلمات كتير ومش عارف تحفظها وكلام من ده وكلام من ده، بالذات اللي هو المنهج الجديد. هما بيقولوا الكلمات كتير والكلام من ده. انا ما اعرفش المنهج الجديد وما شفتش الكتاب الصراحة بتاع الشرح بتاع المنهج الجديد، بس الجرامر اكيد الجرامر ما اتغيرش. فهو انت الجرامر ما فيهوش مشكلة، يعني الجرامر هتسمع اي مدرس انت بتاخد معاه، سواء بتاخد مصطفى عبد الحميد، سواء بتاخد مع انجيل الشاوي عبقري اللغة، اسماعيل، اي حد بتاخد معاه، مستر حسن اللي هو بتاع اسكندريه، اي حد بتاخد معاه انجليزي، الجرامر ما بيتغيرش، مش هيغير قواعد ولا هيجيب قواعد جديده، هو ممكن يزود حاله شاذه والكلام من ده، اما القواعد جديده وجرامر جديد لا. هنخش على الجزء الاهم اللي الناس كلها يعني الكلمات اللي هم بيقولوا كتيره والكلام من ده. الكلمات لو هي كتيره وانت مش قادر تحفظها، يعني انت خلاص جبت اخرك من الكلمات مفيش رجع منها، في شويه كلمات كده دول اهم كلمات لازم تحفظهم. هم بقى بتعرفهم منين؟ انت سواء معاك كتاب المعاصر، ده بتاع سنتنا تقريبا، يعني كتاب معاصر، كتاب العمالقه، وكتاب اي حاجه، يبقى في حاجه اسمها المفردات الرئيسيه اللي هي ايه، الكي فوكاب والامبورتنت فوكاب. الكي فوكاب دول يعني دول اهم الكلمات اللي موجوده، فانت لازم تكون حافظ الكي فوكاب دول. يعني اقل حاجه تعملها ان انت تحفظ دول، مثلا هو يبقوا مثلا 15 ل 20 كلمه في كل، يعني من 50 كلمه في كل واحده، لازم دول كنت تحفظهم. ولازم تكون حافظ اللي هو التعريف بتاعهم اللي هنا، يعني ده اقل واجب تكون عامله، ان انت حافظ الكلمات الرئيسيه دي واللي هو التعريفات بتاعتهم، بالذات اللي هي مثلا هنا عندك ايه، دي جوب اللي هو مثلا يحصل على والكلام من ده، هاند ان والحاجات دي لازم تكون حروف الجر اللي هي بتبقى موجوده هنا في التعريفات، هي اللي بتيجي اخر السنه، هم دول اللي هم بيجي معظمهم في اخر السنه. امال لو انت قادر تحفظ احفظ، يعني انت قادر تحفظ احفظ، بس دول تديهم اهميه اكتر بالنسبه اللي هي اسمه ده الكلمه ومعناها وكلمه وعكسها. دي برضه كنا يعني انا كنت بشوف المهم فيها، اصلا معظمها برضه بتبقى واخدها في سنه اولى وثانيه، يعني في كلام بتبقى واخدها في اولى وثانيه ثانوي، وما كنتش بهتم بقى الصراحه بتاع المعنى والمضاد، اهتميت بقى في اول 6 وحدات بس، تاني 6 وحدات ما اهتمتش بيهم. هو ده غلط، ممكن كان يجيب لي حاجه منها هو نقص فيها، بس كان في مواد تانية، يعني كان في انجليزي وكان في فرنساوي وفرنساوي فيزياء وكيمياء وفرنساوي، حاجات تقدر تجمع بقى درجات عن الانجليزي. ليه وانا بقول لك كده؟ الانجليزي كان على ايامنا ب50 درجه، كان منهم بس 16 على الاختياري. 16 دول اللي هم في ايدك، اللي انت يعني ايه، اللي انت بتذاكر علشانهم. بقيه الانجليزي، بقيه ال 34 درجه عباره عن قطع وبراجراف وحاجات، دي معتمده على حاجات غير الحفظ والكلام من ده، اللي هو انت فهمت القطعه هتعرف تجاوب، ما فهمتش القطعه حتى لو هي سهله والله مش هتجاوب. باراجراف حافظ كلمات من وانت صغير، حافظ كلمات كتير، هتعرف تجاوب على حسب برضه الموضوع اللي جايبك. القصة هتعرف تسيك الجملة، حتى القصة اللي هو انت مثلا ما تقوليش اللي هو انا مش مذاكر القصة حلو، انت لو عرفت احداث القصة، عرفت تسيك جملة من احداث القصة حلوة، هيديك الدرجة النهائية. يعني هو انت عرفت تسيك الجملة صح هتاخد الدرجة النهائية، وده انا ما كنتش كاتبها بالظبط في القصة ايام بتاعة تالتة ثانوي، ايام ما كنتش كاتبها بالظبط، بس كنت سايقها له، يعني جايب له المغزى بتاعها وخلاص، وخدت الدرجة بتاعتها عادي. فهو الكلمات زي ما بقول لك احفظ الكلمات اللي هي اهم الكلمات في كل واحدة. المعنى والمضاد ما جالناش، يعني المعنى والمضاد اللي بيجي تمام بيجي لك في القطعة، فانت لو ممكن تقعد تحفظ ده كله ويجيب لك معنى ومضاد مش منهم اصلا، ده عشان قطعة فبيجيبها لك كلمات من بره. فانت بقى ايه، اهتم بالحاجات دي، تحل قطع كتير، اغلط هتغلط وهتحل، هتغلط وهتحل تاني، هتغلط تاني وتحل. ده ما حدش ما بيغلطش، كلنا بنغلط لحد اخر الامتحان، يعني انت بتيجي في امتحان اخر السنه توفيق من عند ربنا وبتقفل، يعني ولا شطاره من اي حد. يعني مثلا عند عبد الجواد اخر امتحان شامل كنت جايب فيه 58، وفي الاخر السنه قفلت الكيمياء، مش معنى ان انت بتنقص برضه معنى ان انت تنقص اخر السنه، لا، هي بتبقى في اخر السنه توفيق من عند ربنا. اخر السنه انت معاك 3 ساعات كاملين مثلا، الامتحانات الشامله انت بعد ساعه ساعه ونص بتروح قافل الامتحان وبارك الله فيما رزقك وبتروح مسلم. بتاع الامتحانات اللي انت بتمتحنها في البيت ما بتبقاش في كامل تركيزك، انت بتبقى مثلا تحلها في نص اليوم اخر يوم والكلام من ده. بتاع الامتحان اخر السنه انت بتبقى التركيز كله على ماده واحده في اخر يعني، واخد 3 4 ايام قبلها على ماده واحده، بتبقى صاحي مركز والكلام من ده.
فهي في اخر السنه بتبقى توفيق من ربنا طبعا. ممكن وارد تنسى سؤال عادي، وارد تنسى سؤال، وارد تغلط في اسهل سؤال في الامتحان كله عادي. فهي كلها في الاخر توفيق من ربنا ولا شطاره من اي حد. هل المدرس اصلا اللي انت بتاخد عنده هو له يعني اهميه في حفظ الكلمات؟ بص، هو المدرس اللي بتاخد عنده انجليزي اهميته كلها في شرح القواعد، يعني الكلمات دي عليك، هو اهم يعني لازمته ايه بقى؟ هيقرا لك البتاع مره واتنين وتلاته، لعل وعسى يثبت مثلا معاك 30% من الكلمات، 20% حلو أوي. وظيفته إن هو يسمع لك. فأنت لو بتاخد سنتر هو هيسمع لك إزاي؟ قصدي لو بتاخد أونلاين هيسمع لك إزاي؟ مش عارف يسمع لك غير لما يتصل عليك وكده. لو أنت بقى بتاخد مع حد مشهور فهو مش فاضي يرن على 30-40 ألف اللي بياخدوا معاك. أمال السنتر ممكن بيكون جابلك اللي أنت تحفظ كلمات إنجليزي علشان أنت بتنزل وبتسمع تحت والكلام من ده. طب لو أنت بتاخد أونلاين إيه الحل؟ الحل ادي لوالدك، والدتك، أخوك، أختك، ادي ابن عمك، أي حد يسمع لك. هو لازم تحفظ. دي المشكلة لو أنت بتعرفش تسمع على نفسك. بتعرف تسمع على نفسك اكتب الحاجات بورقة وقلم، بس اكتبهم بالشقلوب، يعني مثلا اكتب كلام بالانجليزي وانت اكتب معناها بالعربي، او العربي واكتب معناها بالانجليزي، اللي انت عايزه. بس اهم حاجه برضه تختبر اللي انت، شوف انت حفظت كويس ولا لا. الحل ذات نفسه اللي هو بعد الكلمات ده بيخليك تعرف انت حليت كويس، حفظت كويس فعلا ولا لا. وده كان نهايه الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم.